بقيت بستغرب جدا من الحالة العصبية للاعبي نادي الزمالك. دي لعيبة محترفة يا جماعة. انت جوه الملعب عندك الحكم ما كانش اعظم حاجة في الدنيا. انت جوه الملعب لا يمكن استفزازك بالطريقة دي. الناس بتخرج ايه اللي بيعمله محمد صبحي ده؟ يعني ايه ساب الجون وخلاص؟ يعني ما مش هقف يعني ايه؟ ويعني ايه تزق اللعيبه؟ ويعني ايه تتخانق؟ ويعني ايه نمسك في فانيلات بعض؟ يعني ايه يا جماعه؟ ما هو انت بتخرج كده خالص عن تركيزك وعن السلوك الرياضي. يعني هل ده معقول؟ خلاص بقت ظاهره في الزمالك ان احنا بنتخانق، ان احنا مش عاجبنا فبنتخانق. لازم حد يقول للعيبه ويفهمهم ان ده مش اسلوب لعب. طب دلوقتي اهو النهارده اتغلبنا وما قدامناش بقى غير لازم نكسب النصر يوم الخميس الجاي. هنعمل ايه؟ انا ما بتكلمش عن نتيجه، انما انت عشان تركز وعلشان تقدر يعني تبقى جوه المباراه وما تخرجش من المباراه، ما تخليش كمان حد يستفزك. بستغرب بقت حاجه خلاص كل ماتش صبحي يطلع. وبعدين يعني هو احنا ما عندناش جون تاني غير محمد صبحي بقى ولا ايه؟ بقى كتير قوي. الراجل محتاج اعصابه تهدى شويه. خناق وزعيق وشتايم وزق طب وبعدين واخرتها نفس المشكله مع زيزو اللي هو المفروض ده لعيب محترف دولي عالمي. المفروض يعني هو انت اللي تلم زمايلك وتقول لهم اهدوا يا جماعه مش كده عشان نعرف نكمل الماتش. والنتيجه كانت ممكنه، يعني كان ممكن يحصل حاجه كره في العارضه وبتاع، كان ممكن يحصل حاجه يعني مش صعبه، مش سكور ما يتعوضش. ان شاء الله يعني نتلافى كل هذه الاشياء قدام النصر، رغم ان النصر طبعا اقوى كتير من اللي هم لعبوه النهارده ده، يعني مش فريق قوي قوي يعني. انما فيديو ناري جدا جدا مع عمرو أديب. لكل اخوات الزملكاوية لازم تفتحوا الفيديو تتفرجوا عليه. السلام.